الفقر ده بيدفع لشيء؟ بيدفع لشيء. انت لما يكون عندك شباب كتير متخرج ومفيش شغل ومفيش فلوس، الشباب يلجأ لإيه؟ يعمل مشروع. طب مفيش عمل مشروع، تعمل إيه؟ الدولة نفسها بتقول لا، أنت في إيدك تعمل، أنت مش فقير، أنت تعمل. طب هعمل إيه؟ اضحك على بنت مسيحية وهاتها. طب افرض أنا مش عايز أتجوز واحدة مسيحية، يا سيدي أنت هاتها ومالكش دعوة، هتاخد على البنت دي 50,000. ده مش كويس؟ مش مشروع حلو إنك تاخد 50,000؟ عايز البنت حلوة، عايز تتجوزها هنجوزها لك، مش عاوز هتهنى لغاية الباب، خد ال50,000 وامشي. طب أي بنت ب50,000؟ لأ، يعني بنت جنبك في الحارة، بنت غلبانة، هتاخد 50,000. لكن بنت تاجر فلان المشهور، لا ده أنت تاخد 100,000. بنت الدكتور فلان، ده أنت تاخد 200,000. بنت كاهن، ده أنت نديك $500,000. فبقى مشروع استثماري للشباب. بدل ما الشباب يثور على الدولة، طب ما قدامه سكة. ما عرفش يجيب توك توك ويشتغل عليه، قدامه سكة يلعب على البت دي والبت دي، واللي تقع ويروح يسلمها للأزهر أو لأمن الدولة وياخد نصيبه ويمشي. الله، هي الموضوع ببسيط؟ لا، من الموضوع مش بسيط. الموضوع نظام على أعلى مستوى تتخيلوه. الموضوع متنظم على أعلى مستوى تتخيلوه. شبكة كبيرة جدا، شبكة كبيرة جدا، وشقق كتيرة جدا، وساحات كتيرة، ساحات كتيرة كبيرة فيها شيوخ، وشقق متأجرة لهذا الغرض، وأفرع من أمن الدولة مجندة لهذا الغرض، وشيوخ تهتم بهذا العمل، وبعض المستشارين، وبعض أعضاء مجلس الشعب. بتمشي القصة إزاي؟ بتمشي القصة ازاي؟ يعني انا في يوم من الايام حكالي واحد يعني خطفت بنته كده يعني. بنته لما اتخطفت ودوها في مكان، اكتشف ان صاحب المكان ده راجل شيخ كبير في ساحة كبيرة جدا، في ساحة كبيرة، وان بيقول لي لما بيجي يتعين مأمور جديد في المركز بتاع البلد دي، بيروح للشيخ ده يبوس على ايده. يعني مأمور المركز بيروح للشيخ ده يبوس على ايده. قال لك البنات اللي بيخطفوها بيجيبوها هنا، يأمنوها هنا، تقعد هنا، بنت يضحكوا عليها. طيب الطرق ايه؟ على فكرة الساحات دي موجودة في دراو وكومومبو وأسوان وحتت كتيرة جدا، يعني حتت كتيرة جدا، وفي شبكة شقق البنت في المكان، وعمارات. ده مش كده، ده في عمارة في مدينة نصر فيها جزء كامل متظبط بالكاميرات، كل أوضة وكل حتة بالكاميرات، بحيث حتى الواد لو دخل مارس عملية يتصور، تبع أمن الدولة وفي مدينة نصر. والكلام ده مش أنا اللي بقول بس، ده محمد ناصر قاله، المذيع محمد ناصر. حد يرد على الكلام ده؟ وبعدين مش محمد ناصر بس هيطلع الواحد يقول لك ده معارض، لا، ده في ناس طلعت وفيديوهاتها موجودة. في بنت أنا جايب فيديو، ست اتخطفت وغصبت عنها وحاولوا معاها، وهي اللي هربت منهم، وهي اللي هربت، وحكوا ايه اللي بيحصل. طيب العملية دي يعني زي ما كل عملية او كل نظام او كل مشروع ليه اسم، فالعملية دي بيسموها عملية نقع الترمس، اسم كده حرفي، نقع الترمس، او غزو الارحام، او غزو الارحام، اسلمة الارحام. وبيعتبروا هذا الموضوع مشروع قومي لأسلمة مصر. يعني ايه؟ هم لغاية دلوقتي عندهم خوف من حاجة اسمها ان الأقباط دول أهل البلد الأصليين. ممكن في يوم من الأيام يطالبوا بالانفصال، ممكن في يوم من الأيام يقولوا لا دي دولتنا وعايزين. عندهم هلع من النقطة دي. الحاجتين اللي عندهم النظام عنده هلع من حاجتين، الأقباط والنوبيين. بيخافوا من النوبيين لحسن يحاولوا ينفصلوا، عايزين يبقى اقليمهم لوحدهم، لانهم زمان كانوا اقليم لوحدهم. والحاجه الثانيه اللي بتخوفهم هو انفصال المسيحيين. طب هم قدروا الى حد ما قضيه النوبيين من خلال التزاوج و يعني ينيموها.
الاقباط هيعملوا لهم ايه؟ مفيش غير انهم يسلموهم. السادات في المؤتمر الاسلامي لما قال خلال 10 سنين هخلي مفيش مسيحي في مصر، وان بقي مسيحي هيكون مسح احذيه. يعني ان بقي مسيحيين هيكونوا مسيحي احذيه. هو قال لك خلال 10 سنين هذا الرئيس المكرم اللي مات مخرم، يعني بالها، يعني عشان بس ربنا يتمجد، لان ربنا ما بيسيبش حد، ربنا ما بيسيبش حد. طيب الشبكة دي بس كده؟ لا، ده الشبكة دي بتجيلها أموال من الدولة، وأموال من الأزهر، وأموال من السعودية والخليج بتمول. وفي محلات بتمول الكلام ده، التوحيد والنور، ولاد جابر، وخير زمان، وحاجات كتيرة كده. طيب يبقى في تمويل من بره. ما تنساش ان الازهر بياخد 14 مليار. 14 مليار يعني 14 مليار جنيه، لازم تعرف ان فيها سكه تانيه. مفيش بنت اتخطفت غير وكان في القصه شيخ، وكان فيها امن دوله او مستشار. لدرجه ان في حالات بتتخطف وما ينفعش تتخطف لانها متجوزه وعندها عيال، وما ينفعش تأسلم، ياخدوا فلوس ويرجعوها. يعني في واحد اخته اتخطفت وقعد يدور عليها يمين وشمال يمين وشمال، وضيع وقت كتير خالص خالص خالص. في الاخر خالص ضابط امن الدوله قال له ممكن نحل الموضوع ودي؟ قال له ممكن. قال له طب انا هبعتك لواحد يخلص لك القصه. فين ده؟ بعد فتره طويله راح للواحد ده، مستشار كبير جدا، لقى هناك هو ومراته ولقى اخته. قال له انت كمان ممكن تاخد اختك وتمشي من هنا. اتعمل لها شهاده اشهار في الازهر، بس احنا ممكن نمسح شهاده الاشهار وكانه لم يكن، بس تدفع 1,000,000 جنيه. الراجل ما معهوش يدفع 1,000,000 جنيه. يبقى المبدا ايه بقى؟ يخطفوا المسيحيه، بنت صغيره وهتتجوز ونفعل الكلام ده خلاص يبقى اسلمناها، يبقى الرحم بقى مسلم، هيخلف عيال مسلمين. مفيش منها رجا لان عندها عيال وهتهرب في يوم من الايام وتتعبنا، طب ناخد قصادها فلوس. يبقى هو مشروع اقتصادي. في اموال جايه من بره. الشباب الواد هياخد 50,000. طيب يا دكتور وجيه انت كده بتظلم الدوله. ليه يا حبيبي بظلم الدوله ليه؟ يا دكتور وجيه طب ما في بنات كتيره رجعت والامن رجعها. ماشي يا حبيبي، ما هو لازم يبقى في ناس ترجع وناس ما ترجعش. وانت عايز يقولوا لك يعني الامن المصري مش شغال؟ الله، يعني انت عايز يقولوا لك لما انت كل البنات تتخطف 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 وما ترجعش، عايز تقول الامن مش شغال؟ لا، ما لازم يبقى الامن شغال. طيب في حد، يعني انا اتكلمت، مش عايز اجيب الاسم عشان بس الناس ما تتعبش، في ستات اتخطفت ورجعت وشفنا لهم فيديوهات، وانا عرضت الفيديوهات دي قبل كده، وهم عينيها ملوحه وهنا وارمه وبتبص يمين وشمال ومرعوبه. حتى في شيوخ شافت الفيديو وقالت دي مخطوفه وتحت تهديد. رجعت. حد سمع لها فيديو بعد ما رجعت؟ ليه؟ لان امن الدوله قال لها ولا كلمه تحكيها. لان القصه فيهم ايه؟ فروم ايه تو زد من البدايه للنهايه تحت عين امن الدوله وترتيب امن الدوله. الله، امن الدوله امن الدوله للمسيحيين كانوا فاكرينه ان هو بيحامل المسيحيين او موجود عشان يحمي المسيحيين. لا، امن الدوله وفرع مكافحه التنصير اللي موجود في المخابرات وموجود في امن الدوله، كل دي جهات بتتبع الازهر ولائها للازهر وبترتب مع الازهر. بترتب مع الازهر يعني ايه؟ يعني افرض البنت اتخطفت 15 سنه، لا يجوز ان البنت يشهروا اسلمتها وهي 15 سنه، ما ينفعش، لانها اقل من السن القانوني. فامن الدوله توفر لهم السبل وتسكنهم في اماكن، وممكن تعين عليهم حراسه تحرسهم لغايه البنت ما توصل 18، ويا كمان يا حلاوه لو حاملت، لو وصلت ل 18 سنه وكانت حامل كده ميري وماركي ما تعرفش انت ترجعها لانها 18 سنه وكمان حملت من واحد مسلم. طيب
اللي اخدها ده ايه؟ ده خطفها، ده خطفها ونام معاها وهي اقل من السن وحملت. يعني ده اختطاف مقترن باغتصاب، ده اعدام رسمي. لا عمرك ما تروح المركز تعمل شكوى ويقول لك لا تعالى محضر اختطاف، لا محضر اختفاء. شوف يا مؤمن، المركز البوليسي اللي انت داخل تعمل فيه محضر اختطاف، البوليس نفسه بيقول لك لا اعملوا اختفاء. ياخدوا البنت يقول لها تعالي زوري لنا البيت مش عارف ايه، والبنت تختفي. طب لامتى الوساخه دي هتستمر في مصر؟ ما هي وساخه ملهاش اسم تاني، يعني ملهاش اسم تاني.